تلقون بس مغيرين الشكل الخارجي ولا مسكلسين السكلانس في السكلانس. 0.6 20 نيكوتين الالترا قمي. سولف لي عن اللذة اكسلانس. جايب لكم الاصدار الثالث من عائلة الاكستروس من شركة فيبروسو، الجهاز اللي عرفتوه من اول ما نزل فيه اير فلو، نزلوا منه ميني. هذا الاصدار الثالث من هالعائلة والاخ الاخير اللي نزل بالسوق يا سكلانس، واللي اشتهرت شركتها في جودة الفليفر فيها، قوة البطارية وسرعة الشحن اكسلانسي. هذا هو الاكستروس 3 ميني يا سكلانس، وطبعا بالابديت الجديد اللي هو كالآتي: نفس حجم الاصدار اللي قبله، لكن غيروا شويه في الديزاين. مثل ما تشوف الواجهه مالته تغيرت، صارت شكلها وايد اضرب واحده، مسوي له ديزاين حلو، وكذلك نزلوا الاسم تحت وخلوا LED خط. طبعا مكانه وايد افضل، مع كل سحبه تشوف مستوى البطاريه، وراح تشوفه اخضر لثاني يوم، يمكن ثاني يوم يقلب ازرق وبعدها احمر، شحنه يطول يقعد يومين. ضافوا قطعه نيكل تحت صوب الشحن من تحت الجهاز، صار مو حاد. القديم كان حاد ممكن يجرح اغراضك ويحط بجيبك، لكن هي خلاص صارت الامور سكلانس. واللي طوروه بعد غيروا الاير فلو، صارت سحبته تقريبا تشابه الكي 1، يعني نفس الاير فلو، فتحتين على الجانب، وسعوها شوي عن الاصدار اللي قبله مثل ما قاعد تشوف. وما زال محافظ على نفس قوه البطاريه اللي هي 1000 ماهٍ يا سكلانس، اللي تشحن عن طريق تايب سي، لكن خلوه اسرع من اللي قبله. وضافوا مقاوم جديد اللي هو 0.6 على البودات، في له ثلاثه قبله وهذا الرابع 0.6 0.8 ويوم بالميشت كويل، وعندك ال1 وال1.2 وكلهم 2 ملي ويتعبون من فوق بكل سهوله. تعبي وتسكر، تطلع الهواء من فتحه وتعبي من فتحه وترد تسكر وتسحب وانت شكلانس. يا هلا. جربت فترة استخدام مو قليلة، راح معي السفرة ورجع ليك ما في نهائيا. اسفل البد ما راح تلاقي ولا قطرة، لكن البخار المتجمع بحالات صارت معاي بسبب اني انا خليته بالحر او اني خليته فتره طويله ما استخدمته، يجيني سبت باك. هذا شيء طبيعي راح تلاقيه بكل الاجهزه. ليك ما في ليك. وبعد في شغله، لا تفضي البد للاخر، مو بس بهالجهاز، باي جهاز MTL يتعبى، من تفضيه للاخر يا يحترق القطن يا يعطيك سبت باك على طول مباشره. والسبب يرجع ان درايش القطن بالكوي راح يكون نصها هواء ونصها جوس، فيعطيك سبت باك، شيء طبيعي. جهاز بدات الفليفر فيها جميل جدا، بطاريته صميله، يعطيك يومين بالسكلانس، شحنه واحده وشحنه سريع، نص ساعه تشتاق شاور تطلع فل شحن. هذا هو الاكستروس ميني 3 يا سكلانس. عطني رايك اذا جربته، وقول لي شنو اللي حاب يضيفون عليه في الابديت الجديد، ولو شوف انه ما يحتاج شيء، حتى باور بانك ما يحتاج. كان معانا الاكستروس 3، نشوفكم على خير في الريفيوات الجايه. سلام.